السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعجب مشهد رأيته في حياتي. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يعتبر الجمل يا حبايبي من أكثر الحيوانات غيرة على صاحبه، يحب صاحبه لدرجة الغيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المشهد الذي ترونه الآن، هذا المشهد نرى فيه صاحب ذلك الجمل ركب فرس من الخيول اللي كانت عنده، سبحان الله، فتفاجأ بالجمل بيلاحقه ويريد إيقافه وإنزاله من على ظهر الجواد غيرة عليه وحبا فيه. فما كان من هذا الرجل كما ترون إلا أن توقف، وفي لحظة مؤثرة جدا وضع الجمل رأسه في حضن الرجل كتعبير عن حبه ووفائه. والله العظيم مشهد أقسم بالله لا أجد كلمات تعبر عن هذا المشهد. فسبحان من جعل كل هذا الوفاء في قلوب الدواب في الوقت الذي نزع فيه الوفاء من قلوب كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة هذا الجمل تذكرني بقصة أخرى، وهي قصة حصان الزعتري. الزعتري كان رجل بدوي بسيط عايش في صحراء مصر، وكان ما عندوش لا زوجة ولا أولاد ولا عيلة، وكان عنده خيمة في الصحراء، وكان عنده عنزة بسيطة كده بيشرب لبنها، وكان يعني عنده حصان، وكان بيحبه حب شديد جدا، يعني يعتبر ان كأن ده هو عيلته، هو أغلى حاجة عنده، صاحبه وصديقه واللي بيونسه واللي بيروح مع كل مشاويره فكان بيحبه حب شديد، لدرجة من حبه لذلك الحصان كان لما يأكله الشعير كان يخلط له الشعير بالسكر، لأنه عارف أن الحصان بيحب السكر. المهم في يوم من الأيام مرض الزعتري ونام في تلك الخيمة، فالحصان واقف ومربوط بجوار الخيمة، والناس جاية بتزور هذا الرجل اللي هو الزعتري. فالحصان كان يختلس النظرات ويبص كده داخل الخيمة ويشوف صاحبه وهو نايم مريض مرض شديد، فكان في غاية الحزن. امتنع عن الطعام والشراب لمدة أيام، ده الحصان سبحان الله. ثم مات الزعتري، فدخل الناس وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، ثم ذهبوا ليدفنوه في مكان كده قريب من تبة عالية. فالحصان أفلت من الحبل ومشى خلفهم، وفضل ماشي وراهم لحد ما وصل للقبر، وشافهم وهم بيدفنوه ونظر إلى صاحبه وهو يدفن. ثم بعد ذلك على مرأى ومسمع من الناس انطلق إلى أعلى مكان في تلك التبة أو الهضبة العالية، وألقى بنفسه ومات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنه يقول: لا أطيق الحياة من بعدك أبدا، فقد كنت أنت الذي تؤنسني في تلك الحياة. سبحان الله، سبحان من جعل كل هذا الوفاء في قلوب الدواب في الوقت الذي نزع فيه الوفاء من قلوب كثير من الناس. فاللهم ارزقنا نعمة الوفاء، وارزقنا صحبة الأوفياء، واجمعنا مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.